عمرك سافرت بلد وحسيت انك بتعمل لك اعاده برمجه؟ في الفيديو اللي فات كلمتكم عن 3 حاجات بتتغير في حياه كل واحد بعد ما بيسيب بلده ويروح يعيش في بلد تاني. النهارده هنكمل الموضوع ونشوف الحاجات اللي بتتغير في حياه كل واحد، خاصه لما بيجي المانيا. اول حاجه الخصوصيه. في المانيا الخصوصيه مش بس حاجه مهمه، ده اسلوب حياه. يعني الناس هنا بتحب تحافظ على المساحه الشخصيه. يعني بمعنى اصح لو بصيت لواحد زياده عن اللزوم ممكن يحس انك بتتجسس عليه. من ناحية تانية مش هتلاقي حد بيوصلك أكتر من لازم. أيا كان أنت بتعمل إيه، أنت حتى ليك مساحتك الشخصية وأنت في الشارع وأنت في المواصلات في كل مكان. فبمعنى تاني أنت هتتعلم إن احترام الخصوصية مش ضعف، لكن هو احترام للذات وللي قدامك. تاني حاجة النظافة والنظام، مش رفاهية، ده أسلوب حياة وثقافة. في ألمانيا مش هتلاقي حاجة مرمية على الأرض، هتلاقي كل واحد بيحافظ على المكان والبيئة اللي هو عايش فيها. كمان الزبالة أو القمامة زي ما تسميها بتتفصل على 4 صناديق، يعني في كل بيت هتلاقي تقريبا 4 صناديق منفصلة للزبالة. الحاجة التالتة والمهمة هي الشغل. اتعلمت هنا في ألمانيا وكل واحد هيجي يعيش هنا هيتعلم إن الشغل أيا كان طبيعته صغير أو كبير في أي مجال هو مهم جدا، وكل واحد أيا كان الشغل بتاعه هو بيضيف قيمة للمجتمع اللي هو عايش فيه. على سبيل المثال أنا شفت ناس عندها مطاعم وعندها كافيهات بتشتغل بنفسها، يعني صاحب المطعم او صاحب الكافيه بينزل بنفسه وبياخد الاوردر بنفسه وبيتكلم مع الناس بنفسه وبيشيل الاوردر بنفسه وبيحاسب بنفسه. ومش معنى كده ان هو شغال لوحده في المكان، لا، هو في ناس شغاله معاه، ولكن هو بيعتبر نفسه واحد من الناس اللي شغاله او من التيم بتاعه وبيشتغل معاهم. ده مثال صغير على ثقافه ان هنا الشغل مش عيب، وان اي شغل اي حد بيعمله هو اضافه ليه واضافه للمجتمع. في الاخر انا عايز اقول لكم ان المجتمع هنا في المانيا مجتمع كبير قوي، والثقافه بتاعته متعدده على حسب الجنسيات اللي عايشه فيه. اكتبوا لي في الكومنتات لو في اي حاجه عايزيننا نتكلم عنها، والفيديو الجاي هكمل لكم سلسله ال3 حاجات اللي ممكن يتغيروا في حياتك لما تيجي تعيش في المانيا.